لم يكن انطلاق عملية الكرامة من قبل إخوانكم في الجيش الوطني الليبي إلا لإعلاء كلمة لا إله إلا الله واستجابة للنداءات التي انطلقت من حناجركم في كل المدن الليبية تطالب بعودة الجيش، والتي بالتأكيد تعني عودته إلى الساحة للتصدي للإرهاب وأعوانه وداعميه. ومنذ انطلاقنا في جمعة الكرامة في 16 من مايو 2014 ونحن نحاول بما يتخطى المتاح بالإمكانيات والجهد والعرق والدماء وتوطئة لاستعادة الأمن والأمان لمدننا وقرانا وبيوتنا العامرة، أن نطور مواجهاتنا لتحقيق النصر على تلك الفئات المجرمة التي جاءت من كل بقاع الأرض لتجعل من هذه الأرض غنيمة. وفي كل الأوقات حرص إخوانكم في الجيش الوطني الليبي خلال هذه المواجهات على ثوابت ثلاث. أولاً، نحن حريصون على حماية مواطنينا، ولا نقبل أبداً أن نجعلهم في مرمى النيران. لذلك فنحن لا نكتفي بأن نطلب منهم إخلاء المناطق التي تشملها العمليات العسكرية، بل نحرص على ألا يصيبهم الضرر نتيجة لتلك العمليات. وفي مواجهات عدة امتنعنا عن الرد عندما كان ذلك يعني تعرض أهلنا للخطر رغم صعوبة الموقف، كما أوقفنا إطلاق النار لتأمين الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب في المناطق الشرقية، إضافة إلى إخلاء مواقع كان القصف العشوائي عليها يطال المدنيين. ولا أذيع سرا إن قلت إن معركة تحرير بنغازي قد تأجلت عدة مرات حتى نتأكد أن خطة عمليات قواتنا قد تم إنضاجها بحيث لا تتسبب في خسائر للمدنيين وممتلكاتهم، بعكس ما حدث في مدينة طرابلس مؤخرا من تدمير لبعض المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية لتلك المدينة كمطار طرابلس الدولي وخزانات النفط، وتعرض حياة المدنيين للخطر. ثانيا، تزامنا مع تصدينا للإرهاب فإننا نعمل على بناء قواتنا المسلحة في أجنحتها الأساسية المعلوماتية والفنية والإدارية منها على أساس وطني، باعتبارها مؤسسة وطنية هامة في كل أنحاء ليبيا. ثالثا، الجيش الوطني الليبي وكما أعلن من قبل أنه لم ولن يكون طرفا في العملية السياسية، وإن كان لزاما عليه أن يكون حارسا وحاميا لها ومتصديا لكل من يحاول تعطيلها باستخدام القوة أو خلق الفوضى، وهو ضامن بعون الله لكل المراحل